ازيكم عاملين ايه؟ انا ميس ايه، مدرسه معاكم هنا وزميلتكم بعرفوا كل الحاجات اللي بستخدمها علشان خاطر اعمل الماتيريال بتاعتي في التدريس اونلاين. هنيجي هنا النهارده هنتعرف على حاجه جديده اسمها جوجل ميت. هنخش على جوجل كروم، بعد كده نختار جوجل ميت من التسع نقط اللي جنب بعض هنا. هنلاقي عندنا على الشمال جوجل ميت وميتنج وكول، عندنا نيو ميتنج انتر اكود اور لينك، وهننزل تحت شوية هنلاقي اكسبلور بلين. طيب هنسيبها ونطلع هنا الأول نشوف السيتنج اللي عندنا. هندوس عليها، هيقول لي ان انا اختار الميكروفون ولا لا، فانا هقول له continue without ميكروفون. اول حاجة عندنا هنا الاوديو ان احنا بنختار الميكروفون او بنختار الميكروفون بتاع اللابتوب، والسبيكر برضو. الفيديو ان احنا بنختار الكاميرا. الكول هيستوري ده اول واحدة عندنا، ده بيمسح اي تاريخ او سجل مكالمات عملناه او استقبلناها. اللي بعده ده بيعمل ايه بقى؟ ده لو عندنا مكالمات مهمة وحابين ان احنا نحتفظ بالبيانات بتاعتها واوقاتها، ده بيخليها، وممكن كمان ان احنا نعمل لها الداونلود. طيب اخر حاجة موجودة عندنا هنا هو مظبوط على نيفر، علشان خاطر ده علشان خاطر ما يمسحش المكالمات اوتوماتيك منه لنفسه. لا، ده لو انا عايزه امسحها هيمسحها، لكن لو مش عايزه امسحها مش هيمسحها. عشان كده انا مخليها على نيفر، علشان خاطر زي ما قلت لكم لو احنا عندنا اي مكالمات مهمه حابين ان احنا نحتفظ بالبيانات بتاعتها نخليها. طيب بعد كده هنخش على جنرال. عندنا اول واحده عندنا ده بيسمح لجوجل انه ياخد ملفات وتقارير حية من البرنامج. لو حصل اي تهنيج او مشكلة في الصوت والصورة بيساعد جوجل ميت انه يطور من نفسه بعدين. طيب اللي بعده ده لو جالي اي نوتيفيكيشن من اللي بتيجي بره على الشاشة تظهر في الميتنج فانا لغيها. طيب واللي بعديها ده لو انا دخلت ميتنج ومحدش دخل معايا بعد كام دقيقة كده بيخرجني تلقائي من الميتنج، خصوصا لو حس ان مفيش كلام، يعني مفيش كلام رايح جاي. تمام. اللي بعده ده لو حد معاه الحساب او اللينك انه يقدر يكلمني عادي خالص. طيب هننزل كده شوية، عندنا هنا دي ان انا لو عايزة اربط رقم موبايلي بحساب جوجل للمكالمات. اللي بعديها ده البلوك بتاع الاشخاص. اللي بعديها دي ان هو بيربط زرار التحكم، يعني بيعمل زي ربط كده في زرار التحكم بتاع اللي اسمه ايه، اللهم صل على النبي، يعني بمعنى اصح انا بدوس عليه علشان خاطر ان هو يعرفني لو في ميتنج قريب. بيتوصل بحاجة كده في الموبايل ان هي عن طريق الجيميل تديني زي رسالة، زي منبه، حاجة كده زي تنة كده خفيفة. فده لذيذ برضه. طيب احنا هنا هندوس يعني احنا كده هنيجي هنا هندوس على نيو ميتنج. عندنا في النيو ميتنج create a meeting letter. طيب ده بيعمل ايه؟ تعالوا الاول نشوف ان احنا نستارت الميتنج الاول، بعد كده نرجع للي هو ان احنا نعمل ميتنج بعدين. هيعمل لودنج. عايزة كان في صوت رنة كده لذيذ كنت عايزة اسمعه لكم، بس يلا مش مشكلة. بيظهر هنا عندنا على الجنب ان انا لو عايزة اضيف ناس، وهنا اللينك علشان خاطر لو انا عايزة ابعته للطلاب على واتساب، ماسنجر، اي حاجة بقى. طيب هنقفله دلوقتي. انا هنا مش فاتحة ولا الكاميرا ولا الميكروفون علشان اوريدي بسجل ببرنامج تاني. هنيجي عندنا هنا الشير سكرين ده لو انا عايزه اعمل شير سكرين لتاب تانية جوه جوجل كروم. بس انا دايما بحب اعمل الويندوز ان هو يبقى ظاهر كل حاجه عندي بره. ليه؟ لان انا دايما بخرج من حته اخش في حته فمش عايزه اشغل بالي هم شايفين ولا لا. واخر حاجه عندنا هنا ان هو
الانتر سكرين اللي هي الشاشة اللي انا فيها دلوقتي كده بايه، يعني بالمنظر ده، شايفين ان هي تكون بالشكل ده. طيب هندوس كانسل. هنا عندنا السي سي دي، ان انا لو بتكلم الكلام هيترجم او مش هيترجم، هيتكتب. تمام. طيب وعندنا هنا لو حد عايز يرفع ايده، وهنا كان الايموجي. طيب عندنا هنا في السيتنج لو انا عايزه اعمل ريكورد، هو الريكورد بيبقى يعني شغال في النسخه المدفوعه، مش بيبقى في النسخه اللي هي ببلاش فري. طيب اللي بعده ده طريقه العرض، بتبقى عندنا كذا شكل، بنختار الشكل المناسب لينا. وبعد كده عندنا فول سكرين، ان انا اخلي الشاشه كبيره. عندنا هنا open picture in picture، يعني تبقى في الشاشة هنا وفي شاشة هنا. تمام. طيب نرجعها زي ما كانت. باك جراوند اند افكت، لو انا عايزة اعمل باك جراوند للصورة بتاعتي، بختار باك جراوند لذيذة لطيفة، ده لو انا عايزة اعملها طبعا. طيب وبعد كده هنا بقى دي لو عندنا مشكلة في الميتنج بنختار حاجة من الحاجات دي. طيب يلا، السيتنج، الاوديو اللي احنا شرحناها قبل كده، الفيديو، الجنرال برضو شرحناها قبل كده، مفيش حاجة فيها جديدة. الكابشن، ان احنا الكلام بتاعنا يكون مكتوب، وبنختار الكلام ده سواء بالعربي او بالانجليزي. الرياكشن ان انا لو في رياكشن فور اذر ان هما يعملوا لي رياكشن عادي، دي انا سايبها لهم. هي والانيميشن الساوند لا، انا اخليه ان انا بخش يبقى كله مقفول، وبعد كده انا افتح الساوند من نفسنا للي عايز يتكلم عشان ما يبقاش مهرجان. طيب بعد كده تعالوا، اه هنا ده الشات، الناس لو عايزة تتكلم فيه عشان بقى الصوت مش واضح، في مشكلة ما كده. طيب وهنا دي الميتنج تولز. اول حاجة عندنا هنا في الميتنج تولز دي، ده بيترجم الكلام اللي بيتقال في الميتنج. يعني لو احنا معانا كذا جنسية، فكل حد بيختار ان هو يترجم الكلام للغة اللي هو بيتكلمها. لو بيتكلم انجليزي اوكي، لو بيتكلم اسباني، ايطالي، فرنش كده. طيب اللي بعديه التايمر، ده لو انا عايزة ان إن يبقى فيه فات قد ايه من الحصة. تمام. زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها اللي هي آه، مش ظاهرة او انها موجودة بس ما ينفعش استخدمها، دي كلها في النسخة المدفوعة. ان انا اعمل ريكورد، ان انا اعمل ترانسكريبل، اللي هو بمعنى اللي هو ان الكلام يبقى مكتوب. لا بس الكلام يبقى مكتوب ده موجود، دي ان احنا نسجل كل كلمة ونحولها لنص، وبتتحول في ملف بي دي اف. دي لو انا عايزة اطلع لايف بالناس كده هيلا بيلا. دي بريك اوت روم، دي الغرف الفرعية. لو انا عايزة اشغل كذا ميتنج في نفس الوقت واتنقل ما بينهم، مثلا انا عندي عاملة امتحان للطلاب، فمخلية كل واحد في روم لوحده علشان خاطر يمتحن، فبتنقل من ما بينهم. طيب والبولز، ان انا لو عايزة اخيرهم من حاجة لحاجة، والكويشن ان هم يكتبوا لي الاسئلة بتاعتهم في مكان، ولما اخلص الحصة نروح لها. تمام تمام. بس كل ده برضو في النسخة المدفوعة. نيجي لعلامة القفل. طيب أول حاجة عندنا هنا الحاجات الهوست كنترول، الحاجات اللي أنا أسمح بيها للطلبة اللي معايا. طيب أول حاجة إن هما فين أهي. أول حاجة عندنا هنا إن هما يعملوا شير للسكرين بتاعتهم، أو إن هما يعملوا رياكشن، أو إن هما يشغلوا الميكروفونات، بيشغلوها بس لازم إن أنا أدوس أوكي، او ان هما يشيروا فيديو. طيب نيجي للشات مودريشن. الشات مودريشن اول حاجة عندنا ان هما آه
ان هما يبعتوا مسجات دي انا فاتحاها. الميتنج اكسس، ان هما ان انا الاول لازم اخش وبعد كده هما يخشوا. دي انا عايزه افعلها اه. طيب وبعد كده الميتنج اكسس طيب. no one has access اه asked to join. دي فاكرين الويتنج روم اللي كانت موجوده في زوم؟ دي شبهها، لو انا عملت لها اوبن ان ما حدش يقدر يخش غير لو انا سمحت له. لو انا ما عملت لهاش اوبن هما هتبقى هيخشوا عادي، فخلوها اوبن. طيب اللي بعده meeting activity، اللي هو share edit on activity controller. share edit on activity on off only activity started by host ده ان انا لما اكون دايسه عليها كده ان هما ما يقدروش يشيروا حاجه لو انا مش عامله عليها اوكي. طيب allow third-party apps to collect audio and video when off. third-party apps are unavailable to access. ان مفيش اي اب يقدروا ان هم يدخلوه على الميتنج غير برضو لما انا اسمح بيه، او برضو انا لما ادخل زي اب او لعبة او اي حاجة ان انا اشغل الصوت بتاعها وكده. طيب بعد كده عندنا نخرج بقى نشوف الباقي. هنا عندنا ان احنا نخرج للهوم سكرين بعد 54 او العداد ده، او ان انا ادوس عرفنا ان انا اخرج للهوم سكرين. هنخرج للهوم سكرين. طيب عندنا نيو ميتنج فور ليتر. نيو ميتنج فور ليتر هو هيطلع لنا هنا زي لينك هنعمل له كوبي. اول ما نعمل له كوبي هو اوريدي خلاص اتعمل. ده ببعته للطلاب مثلا على الواتساب، بقول لهم ان احنا عندنا الدرس الساعة كذا. انا بخش على اللينك، هما بيخشوا على اللينك بتاع كذا دي من غير بقى ما اضطر قبليها. يلا اهو مثلا انا ببتدي في بداية اليوم عندي 5 حصص، ببعت لكل جروب الميتنج بتاعه في الجروب، واقوم داخلة في كل ساعة على الميتنج بتاع المجموعة واحد، مجموعة اتنين، مجموعة تلاتة، مجموعة أربعة. في حاجة لذيذة تانية إن احنا نعمل ايه، إن احنا نعمل سكاجوال في الكالندر لميتنج معين. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. احنا عندنا هنا التايتل، هنقول ميتنج. تمام. اليوم، الساعة من كذا لكذا، هينتهي في نفس اليوم ولا هينتهي في يوم تاني، عايزة اخليه كل يوم. طيب هنا لو انا عايزة اخلي join with Google Meet meeting. طيب اوكي. ده لما بنيجي نعمل كوبي. اللوكيشن لو عايزة احط اللوكيشن نوتيفيكيشن يقول لي يعمل لي نوتيفيكيشن قبلها بنص ساعة قبلها بربع ساعة براحتي. ده اسمي. عايزة اخلي لما يكون عندي ميتنج مشغول مش مشغول كده. طيب هنا اللون بتاع الميتنج عادي خالص. هنا لو عايزة اعمل وصف للميتنج ان ده ميتنج مثلا عن مثلا شغل، دراسة. آه هقول للطلاب ان انتوا هتخشوا هتمتحنوا مثلا كده. طيب هنا لو انا عايزه اضيف ناس، تمام، بضيفهم من هنا. طيب ايه اللي عندي هنا، ان اخلي ان هما يضيفوا ناس، ان اخلي الجست اللي داخلين او الطلاب اللي داخلين ان هما يضيفوا ناس. دي انا مش بقى عليها. طيب invite other دي انا اللي انا بضيفها. لا بصوا هقول لكم حاجه. اول واحده دي مش ان هما يضيفوا ناس، اول واحده دي ان هما يعدلوا في الحدث اللي انا عاملاه، يعني يعدلوا في الوقت في التاريخ في الوصف في اي حاجه. دي انا قافلاها. دي ان هما يعملوا دعوه للناس، دي انا سايباها عادي، بس لا انا مش هسيبها. ودي ان هما يشوفوا الجست ليست، يشوفوا مين اللي معاهم، برضو دي انا مش هسيبها. بعد كده بدوس سيف، بيتسجل اهو. بدوس add an invite و- وسيف. بصوا ظهر عندي هنا بس في نو تايتل، لان انا المفروض حاططها. فلما نشوف ليه اتعمل بنو تايتل.
حتة. استنى. بس ده جاب لي ميتنج تاني بحاجة تانية، استنى. مش كده. احنا المفروض عندنا هنا ميتنج بتاع اهو. اي طلع فوق هنا الساعة 2:30 للساعة 3:30 بحاجة تانية. طيب عندنا الميتنج مضاف هنا في السكاشن. تعالوا نخرج تاني لجوجل ميت. اه اهو. في ايه هنا تاني عندنا؟ الكولز. ده هنا بيجي لو في اي حد كلمني، عارفين سجل المكالمات اللي بيبقى موجود في الموبايل ده شبهه بالظبط. سجل المكالمات بس في جوجل ميت. ده لو حد كلمني. طيب. بس ودي كانت كل حاجة. هو أصلا سهل جدا عن برنامج زوم، مفهوش تفاصيل كتير. بنستخدمه بس مش كتير. في ناس بتحبه وفي ناس مش بتفضله. أنا بصراحة بحب زوم أكتر، بالنسبة لي إمكانياته أكتر، لذيذ في حاجات كتيرة أكتر وفي سبورة وكده، فعشان كده أنا بحبه أكتر. بس دي كانت كل حاجة عن جوجل ميت. استنوا هنشرح حاجة جديدة خالص المرة الجاية برضو، ينفع إن احنا نعمل منها ميتنج. باي باي.